ملك الأعياد وحبيب الملايين. لو متعودين ان الكشري المصري غلبة وبياخد مجهود ومواعين كتير، فاحب اقولك انك هتغير رأيك بعد الفيديو ده. هنعمله في حلة واحدة وفي نص ساعة بس. هقولك كل اسراره من اول البصل الورد لحد الصلصة والدقة وحمص الشام، وازاي كل حاجة تكون مظبوطة معاكي وتكون احلى كمان من مطاعم بره. هنعمله بطريقة سهلة ينفع اي حد مغترب او مبتدئ يعمله، كمان طريقة مميزة. يلا نبدأ بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. الحمص والعدس بجبة نغسلهم كويس ونحط عليهم ميه مغليه ونسيبهم منقوعين حوالي ساعتين او ساعه على حسب الوقت اللي معايا. وهنقطع البصل الورد جوليان، وسمك التقطيع يكون وسط عشان ما يتحرقش مني. وهجيب رغيفين عيش، اي نوع عيش عادي حتى لو بايت، واقطعه مكعبات كده بالمقص زي ما انتوا شايفين. هحط على العيش شويه ملح وشويه بابريكا وشويه كمون، واقلبه كويس قوي كده، اغلف العيش وطعمه بالبهارات بتاعتي دي. هحط طاسه على النار فيها معلقه زبده كبيره وشويه زيت كده. اول لما يسيحوا معايا هبدا ان انا انزل بالعيش بتاعي وافضل اقلب فيه كده لحد ما يقرمش. اول لما يغير لونه هقلب، ما افضلش اقلب كتير عشان اديله فرصه ان هو يتحمر معايا. واول لما ياخد اللون الدهبي ده هطلعه، وفي نفس الطاسه دي هحمر البصل الورد. وهعمل الصلصه، ما احنا قلنا من غير مواعين كتير. البصل بعد ما قطعته جوليان هبدا ان انا انزل عليه بمعلقه نشا كبيره مع شويه ملح صغيرين، وهقلبه كويس قوي عشان يتغلف بالنشا. وفي زيت غزير اول لما يغلي معايا هنزل بيه، مش ما ينفعش ان انا انزل بيه قبل ما الزيت يغلي. وبعد ما يغير لونه هقلبه لحد ما يوصل للون الذهبي المكرمل الجميل ده. هبدأ ان انا اخرجه على طبق يكون مفرود كده. وكده عملت البصل الورد والعيش المقرمش. هبدأ بقى ان انا ادخل في الحمص. هحط حلة على النار فيها شوية زيت. الزيت ده طبعا اللي حمرت فيه البصل، طبعا كل الزيت اللي هستعمله في الوصفة من تحمير البصل. هبدأ انزل ببصلاية كبيرة مفرومة كده، وعليها معلقة توم كبيرة برضو، واديه كده تشويحة بس بسيطة. وبعدين هنزل عليه بمعلقة صلصة، وانزل بالحمص بتاعي الكميه اللي انا حباها طبعا، وابدا ان انا اقلب فيهم كويس قوي لحد ما يتشوحوا معايا كده شويه. وبعدين هنزل عليهم بميه سخنه تكون مغليه طبعا، ما ينفعش ان انا انزل عليه بميه بارده، لازم ميه سخنه. واسيبهم كده على النار يغلوا بقى، ياخدوا كام غلوه كده لحد ما يستووا معايا. وبعدين هقول لكم بقى على الخلطه الرهيبه اللي انا هحطها عليه. وفي نفس الطاسه اللي حمرت فيها البصل الورد وعملت فيها العيش المقرمش هعمل برضو فيها الصلصه. هنزل على الزيت بمعلقه كبيره من البصل المفروم ومعلقتين كبار من الثوم المفروم ومعلقه كبيره من الصلصه، بشوحهم مع بعض كده. وبعدين هنزل بعصير الطماطم بتاعي، واحط معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه كمون وثلاث معالق خل ومعلقه كبيره من بهارات الكشري. الحمص بتاعي كان خلاص دخل في مرحله التسويه. هحط في الخلاط طماطميه وبصلايه وفص توم وقرن شطه كده صغير، واحط عليه شويه ميه صغيرين كده يا دوب ان هم بس ياخدوا فرمه كده. وهنزل بيهم فوق الحمص بتاعي، واحط معلقه ملح ومعلقه كمون، واسيبه على نار هاديه يتشرب من التتبيله اللي انا عملتها دي. بجد عاوزه اقول لكم ان انا اول مره اجرب الحمص بالطريقه دي وعجبتني جدا، احسن من كل الطرق اللي عملتها قبل كده. حطيت حله تانية على النار فيها شويه زيت برضو من نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. وبعدين نزلت بنص كوبايه شعريه يا دوب يتحمروا معايا. وبعدين نزلت بالعدس بجبه وعليهم الرز برضو نص كوبايه رز، انا بحب الرز قليل والمكرونه كتير. هبدأ ان انا اديهم تشويحة مع بعض. وبعدين هنزل بالمكرونة والبهارات بتاعتهم، عبارة عن معلقة ملح ومعلقة كمون. الكمون بيدي تست حلوة قوي للرز والمكرونة. وضفت معلقة كبيرة من البصل المفروم. وبعد كده هضيف المكرونة بتاعتي وابدأ ان انا انزل بالمية السخنة فوقها. المية المغلية تكون فوق الرز والمكرونة، حاجة بسيطة جدا، ما تكونش كتير قوي عشان ما تعجنش، وما تكونش قليلة عشان الرز ما يطلعش معايا مش مستوي. هعلي عليه لحد ما يتشرب كل المية بتاعته، واول لما يتشرب المية هبدأ اهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. طالع معايا ما شاء الله مفلفل وجميل. والحمص بتاعي بعد ما سبته على نار هاديه، عاوزه اقول لكم ان الريحه تحفه والطعم اللهم بارك رهيب. عاوزه اقول لكم ان شويه الخل مع معلقه السكر بيخلوا طعم الصلصه في حته تانية خالص. بس بحب اضيف معلقتين او 3 معالق خل دول بعد ما الصلصه تغلي وتتسبك معايا، عشان ما بحبش الخل ان هو يفضل يغلي معاه كتير. بضيف على البهارات اللي هو الملح والكمون والكزبره ده في البدايه يغلي ويتسبك معاه. هندخل بقى في تحضير الدقه بتاعتنا، عباره عن عصير 4 ليمونات كبار ومعلقه كبيره من الثوم المفروم وربع كوبايه من الخل ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الكزبره ومعلقه كبيره من الكمون وكوبايتين ميه. وهبدا بقى ان انا اقلبهم كويس قوي في بعضهم. وبكده الدقه تكون جهزت معانا. وبكده عملنا احلى طبق كشري مع الدقه وصلصه وحمص الشام والبصل الورد والعيش المقرمش، احسن من محلات بره واطعم وانضف وفي وقت قياسي نص ساعه. واستعملنا بس حلتين وطاسه. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتقولي رايكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.